السلام عليكم يا حبايب. قبل ما نبتدي الفيديو نصلي على رسول الله. كل سنة وانتم طيبين. ده هنعمل مع بعض لحمة وقلقاس ورز وعصير، كل حاجة. اهو دلوقتي بنشوح اللحمة وانت مصر. اللحمة هي بنشوحها كده، بنشوح اللحمة نسيبها تتعمل شوية اهو. وبعد كده خلاص كده شوحنا اللحمة اهوتي. ودي القلقاس هنقشر اهوت ونعمله ونغسله. انا بغسله بمية سخنة عشان ايه؟ ما يبقاش مملي. اه دي بمية غسل، بغسله بمية سخنة اهوت عشان ما يبقاش مملي. هنعمل الحوت وهوتي. دي قلقاس بطماطم مش ابيض، مش بشوربة. انا حاطه له شوربة بس انا عاملاها بطماطم. اه, كده دي القلقاس. لو بشوحه في الزيت اهوت شوية اكتر، يعني بياخد بتاع كام ألف في الزيت كده، بدل ما احمره في الزيت خالص بعمله كده عشان ما يبقاش فيه زيت كتير اهوت كده. البصل حطيته اهوت، وبعدين نحط الطماطم اهي. طماطم مش كتير يعني عشان ما يبقاش احمر كتير قوي. في ناس بتعمل قلقاس ابيض بس انا ما بحبش اعمل ابيض. دي مرقة الدجاج وحاجته ببهاراته بقى. كمون، فلفل، 7 بهارات. واللحمة برضو كمون، فلفل، 7 بهارات برضو. ديت الحاجات. الخضار بتاعها هوتي توم وكزبرة بحمصها اهيت عشان احطها على القلقاس. اه دي كده هتحط على القلقاس كده. دي اللحمة. ودي البتاع اللي لسه بنحمرها اهوت. الخضار بتاع القلقاس اهوتي. والقلقاس كده الوقت تعتبر خلص مع تمام كده. ده بقى هنعمل لسان العصفور للحم. اللحم مشوحينها بحبهان ورق لورو وبصل وشوية زيت تتلوح في الزيت شوية. دي هنحط فيها بقى لسان العصفور في الشوربة وجزر اه كده الوقت لسان العصفور اه كده. وده العصير مانج، ده عصير مانج ده عصير مانج بس كده. دي عصير مانج. ده الرز اهوتي. بحط الزيت واحمر بحوش بلوح في الرز شوية بس يعني كده. وخلاص اكل دي اللحمة خلصت اهيتي بلسان العصفور. ده الشوربة اهي. ده القلقاس اهو شكله جميل اهو. كان ما شاء الله والله كان طعمه جميل. وده الرز. خلاص كده. العصير نعمل العصير بقى اهوتي. العصير اهوتي كده. خلاص كده بقى الفيديو قرب ينتهي. وكمان هنوريكم علبة الحلاوة اللي احنا جايبينها دي حلاوة كده تمام. او خلاص كده باي باي، مع السلامة، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامة.